احيانا في قرارات بتكون حاسس ان هي صح بس فيها قلق، او بتكون خايف ان انت تاخد خطوة او تعمل القرار ده او تنفذه، لان انت عقلك بيقولك ان هو صح بس انت متردد. ازاي بقى تفرق ما بين صوت روحك وصوت خوفك؟ ازاي تفرق ما بين الخوف والإشارة الصح؟ صوت الروح بيكون دايما هادي رقيق مطمئن، بيخليك تحس ان انت مطمن ان انت تعمل الخطوة دي او تنفذ القرار ده او تمشي في الطريق ده. صوت الخوف بيكون دايما فيه استعجال وقلق وتوتر وضغط وتهديد. لو قرارك فيه سلام داخلي وهدوء حتى وسط الغموض، معناه ان ده صوت روحك. ولو فيه توتر وقلق وخوف واندفاع، فده معناه ان ده صوت خوفك. الروح مش بتصرخ، الروح دايما بتهمس. حاول تبقى مستمع جيد لصوت الروح وتعرف تفرق بينه وبين الخوف.